أصدرت ابتدائية بالخميسات قبل قليل قرارا يقضي بتأخير محاكمة ابنة الفنانة نجاة عتاب إلى جلسة 5 مايو المقبل، وذلك لمواصلة البث في ملف حادثة السير المميتة التي تتابع على خلفيتها في حالة اعتقال. وجاء هذا القرار القضائي بهدف استيفاء كافة جوانب التحقيق وضمان شروط المحاكمة العادلة، بعدما قررت النيابة العامة في وقت سابق إيداع المعنية بالأمر السجن المحلي بتيفلت عقب ثبوت تورطها المفترض في الحادثة التي هزت هدوء المدينة واستنفرت السلطات الأمنية والقضائية بشكل واسع. وتعود تفاصيل هذه الواقعة الصادمة إلى حادث مرور مروع بقلب مدينة الخميسات تسببت في ابنة نجمة مغربية، مما أدى إلى وفاة شابة في ريعان شبابها وإصابة مرافق لها بجروح متفاوتة الخطورة. وقد تحول الملف إلى قضية رأي عام بامتياز وسط متابعة إعلامية وحقوقية دقيقة، حيث يترقب الشارع المحلي مخرجات الجلسات المقبلة لتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عن هذا الحادث الأليم الذي خلف حسرة كبيرة في نفوس عائلة الضحية ومواطني المدينة. موضوع المتابعة ديال طرف السيد وكيل الملك تتعلق بقضية الفصول 172 173 86 المتعلق بالقتل العمد وفق ما هو منصوص عليه في مدونة السير. قتل العمد اللي نقدر نقول لكم وانه ملف عادي كجميع الملفات، على اعتبار ان حادثه السير هي قضاء وقدر. ربما انه تم تدخين هذا الملف من طرف جهه معينه ولا من طرف وسائل معينه، ولكن بزاف ديال المغالطات تروج عبر منصات. الملف عادي جدا بحال اي وسائل الملفات. السيده تتوفر على جميع الضمانات القانونيه، تامين، عديمه سوابق، مجموعه ديال الحوايج ليس نعتبره انه ملف عادي. ولكن كل ما وقع في الامر انه احيانا تكون بعض الملفات التي تم تضخيمها لغايه في نفس العقوبه.